السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع كورين سميتو معنكش شويه، داكشي علاش غنكنيو عليه الشعير حل عينيه كيلقى راسو في غرفه ومع واحد الشويرف اللي سميتو تيرماكاسي. المهم الشويرف كيقول ليه مرحبا بك في طابق 48. الشويرف هاز المسند حطو جلس قدام الحفره، كتهبط واحد الطابله عامر بالماكله. الشويرف ولا بحال شي واحد ما كاين غير دخل. الشعير كيشوف الطابله فهم بلي هذه هي الشياطه ديال الطوابق اللي فوق منه. الشويرف نصحو باش ياكل مزيان حيت كاين غير وجبه في النهار كامل. الشعير بانت ليه واحد التفاحه هزها وخشاها بجيبو زعما دوير الزمان. الطابله هبطات للطابق اللي بعدو. الشويرف شرب قرعه ولاحه وطفل على الطابله. الشعير قال لي علاش درتي بحال هكا؟ الشويرف قال لي كاين ما كانت الماكله راه غياكلوها حيت ما عندهمش خيار اخر. شويه الشعير كيحس بالجو بدا كيسخن. الشويرف قال لي حيت فرتي من الماكله. الشعير دهشر ولا حتى تفاحه. في الليل كتكون نايضه البلباله والشعير بانت ليه الطابله طالعه الفوق. الغد ليه الشويرف يدخل وجهه الماكله والشعير كيتفرج فيه وما باغيش ياكل حيت عايف الماكله. كيسول الشويرف كيقول ليه شحال من طابق كاين هنا؟ الشويرف كيقول ليه ما عرفتش ولكن انا حددت الطابق 132 وهذا الطابق ناشف وما كتوصلش ليه الماكله نهائيا. الشعير قال لي ضروري ندوي مع الناس اللي هنا باش يخليو لينا الماكله. الشويرف قال لي من نيتك ولدي، الناس اللي الفوق ما عمرهم كيسمعوا الناس اللي لتحت. طابله نازله معاه واحد الدريه. الشعير دوا معاه ولكن خدمت مود زيزين. الشويرف قال لي هذيك تهبط مره في الشهر كتقلب على بنتها اللي مودر عليها. كتهبط للطابق اللي تحت كيجروها شي وحدين. الشعير كيبدا يغوت باش يطلقوها. الطبقه اللي تحت بعيده ب 6 متر يعني ما يقدرش ينقص. شويه من الغوات ديال البنت كتحول الغوات ديال الراجل. البنت رجعت فوق الطابله وكانت هازه موس عامر دم. المهم دازو شي ايامات. الشعير تعود على الماكله وبدا كياكل اي حاجه قدامه. بعد شهر كيقول ليه الشويرف غدا غادي يحولونا من الطابق طابق جديد، غدا ما يحولوناش في شي طابق ناشف. الشعير حل عينيه كيلقى راسو مكتف والشويرف ناوي على الخضر. قال لي غسمح ليا لحونا في الطابق ما فيه ما يدار وما كتنزلش فيه الماكله، بقيتي ليا غير انت داكشي علاش غنقطع من لحمك وغنقصي. والبلبانه نايضه في الطوابق الاخرين شي طايح شي كيغوت. المهم الطبله هبطات ولكن كانت خاويه. داروا لها ميس هذوك اللي الفوق. دار قال لي غنصبر عليك 8 ايام وغنبدا ناكل من لحمك. الوقت داز بالزربه هاد 8 ايام كامله والشعير مربوط وكيتعذب. كل نهار كيغوت باش شي واحد يعتقو ولكن والو. 8 ايام دازت والشويرف بدا كيقطع في اللحم ديال الشعير كيتالم وملاقي ما يدير. دار شاف ديك البنت اللي كتقلب على بنتها ضربات الشويرف بقرعه الراس. عطات للشعير موس مشى عنده وهو حاقد عليه ولكن غيتصدم ملي غيشوف البنت كتقصي في الشويرف. دازت شي ايامات الشعير تغادا ليه الصبر تعشى بالشويرف. الغد اللي كيلقى راسو في طابق 33 ومع واحد ختنا هزه كلب. وهاد ختنا عضوه من اعضاء السجن وقالت للشعير هاد الحبس فيه 200 طابق، حنا عندنا الماكله تكفي كاع الطوابق ولكن الناس اللي الفوق هما اللي كياكلوا بزاف. هادشي علاش الناس اللي لتحت ما كتشدش لهم الماكله. كل نهار كتاكل غير شويه كتحاول تقنع الناس اللي لتحت باش يخليو الماكله للطوابق اللي لتحت ولكن ما كتصور منهم والو. الشعير ضرباتو النفس قال لهم الا بقيتو كتاكلوا اكثر من القياس غادي نقدر لكم الماكله. دازت شي ايامات والطبله كانت نازله وفيها البنت اللي كتقلب على بنتها مغيبه فوق الطبله. الشعير زرب عليها جره من الطبله. في الليل كيسمع صداع فاق لقاهم شابكين مع بعضياتهم حيت لقات كلات الكلب ديال خدنا وهربات. واقيلا ما تعشاتش مسكينه. خدنا كعات قالت للشعير انا مريضه بمرض خطير وحال نطول في هاد الحياه كتبغي نغير هاد الحبس الاحسن ولكن ما قدرتش. واحد النهار الشعير حل عينيه لقى راسو في طابق 202 بقى فيه الحال بزاف. طال لتحت ما بانش ليه نهايه ديال الطوابق وعرف بلي خدنا غالطه والحبس ما فيش غير 200 طابق. الشعير تعصب وضرب راسو مع الحيط حيت غيبقى شهر هو بلا ماكله. الحل الوحيد اللي عنده هو يقسم من ختنا اللي معاه. قوه الجوع اللي فيه بدا كياكل في الوراق باش يبقى حي. في الليل تقاد عليه الصبر وجاه الجوع. المره اللي بعدها فاق كيلقى راسو في طابق رقم 6. الشعير فرح واخيرا غيحيد الجوع اللي فيه. طلقى واحد اللويان معاه في الطابق وما قاداه فرحه. هز واحد الحبل وقال لك باغي الناس اللي الفوق يشدوا به الحبل باش يطلع السقف ديال الحبس ويهرب. ووافقوا هذوك اللي الفوق يشدوا به الحبل. ما قرب طلقوا الحبل بالعاني. الشعير زرب عليه جره قبل ما يطيح. اللويان كيغوت مالو كان غيموت لا مشى ليه الحبل اللي كان اخر امل باش يهرب. نزلت الطابله ديال الماكله كلا وشرب وهبطات. الشعير شاف الناس اللي لتحت يقدروا الماكله. في الليل الشعير بدا كنزل عليه الوحي. قال لوين خاصنا نوليو نهبطوا مع الطابله نتحكموا في الكميه اللي غياكلوها. لوين عجبوا البلال. غد اللي نزلوا هما مسلحين دوزوا اول 50 طابق كانوا مضطرين يخدموا الضرب والجر. غادي هابطين لقاو واحد جوج رجال شادين الدريه اللي عتقات الشعير شبكها معاهم ومع اللوين عتقوا الدريه ورجعوا للطابله. كل طابق خطر من اللي قبله. واحد اللحظه الماكله سالات بقى واحد الكلاص قرب يذوب. وصلوا للطابق 333 اخر طابق في هذا الحبس. لقاو واحد بنت صغيره وهذه هي بنت القتاله طالعه نازله ومع مره تلاقات معاه. سبحان الله قالوا الهنود ما كتعرفوا والو. المهم الطبله بقات نازله لتحت في الظلمه وما كيبان والو. خوتنا لقاو البنت جيعانه عطاوها داك الكلاص اللي كان شايط. الغد ليه الشعير لقى اللوين مجبد في الارض قدامو الامانه امانته والشعير دا معاه الدريه باش يعطيها الماء. وصل حتى لهنا وما فهمتي والو. هاد الفيلم فيه بزاف ديال العبار. المهم من الطابق الاول حتى الطابق الاخر يعني من الغني للفقير والاغنياء
كياكلوا كل شيء، يعني كيخليو الطبقه اللي تحتهم غير الشياطه اللي هما الطبقه المتوسطه والفقيره اللي خاصهم يحاربوا باش يجيبوا لقمه العيش. وراه من الممكن نعيشوا في طبقه وحده وما تكونش التفرقه بين الغني والفقير. الرساله غتكون وصلات، هكا غتكون سالات القصه ديالنا. ما تنساش دير لايك الا كنتي اول مره تسمع الصوت الجميل، ما تنساش تفعل الجرس وتسنانا في الفيديو الجاي. تهلاو.